السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير. موضوع فيديونا اليوم عن روست من البداية أو من الصفر. لا تنسونا من اللايك ومن الاشتراك وخلونا نبلش. حاليا تعتبر نفسك انه طبيت بأي سيرفر وجونت ورسبنت على الشر. كبداية أي لاعب تريد تحترف اللعبة إن شاء الله، تحاول تفتح الماب، تشوف لك مكان انه لازم يكون بيه ريسايكل اللي هو الغراض اللي تلقاها بالشارع تذوبهن ويعطيك غراض بمكانها تستفاد من عندهن. تشوف لك مكان بيه ريسايكل، فلنفرض انه الجنكيار او الهاربور. خلنا نروح للهاربور اللي هو هذا الهاربور مقابلنا. مثلا وصلت للنقطة اللي انت تريد تبني بيها او المكان اللي بيه ريسايكل. اهم نقطة تختار مكان بالماب انه يكون عليك قريب الريسايكل، لان اذا الريسايكل بعيد عنك راح تتعب بالوايب حيل. فلنفرض ان وصلنا من الهاربور. حاليا تفرم لك وود وخشب، تكرفت التولز اللي نحتاجها. وين التولز؟ نطلع الشيطان. تكرفت الستون هاتشت اللي هي تحتاج 200 وود و100 ستون. وتكرفت كذلك الستون بيكاكس، هاي تفرم بيها خشب وهاي تفرم بيها ستون. كبداية تجي تختار لك موقع قريب على الريسايكل، بس لا قريب حيل لما يخليك تبني. تحاول تبتعد شوية عنه. حاليا قدرنا نبني هنا. كبداية تبني 2 باي 1. 2 باي 1 يعني معناه مربع بمربع، هذا مربعين 2 باي 1 هاي 1. ليش سويت اني بابين؟ تسوي بابين، خلى كرفة البيبان على مود تفتهمون انه ليش سوينا بابين. تسوي بابين على مود في حالة انه اذا احد مكمبر لك، فلنفرض شيل هذا شيل هذا شيل هذا. اذا انت بنيت هيك بس باب واحد، في حالة فتحت الباب واحد مكمبر لك راح يكتلك وسهل انه يطب ياخذ الموارد مالتك واللوت. فاحنا شو نسميه؟ نسميه اير. اللي هو تبني باب من هنا، تحاول اذا تنتبه تفر الماوس شوية على اليسرى افتر الباب، تخليه هيك يصير واحد عكس الاخر، بحيث من تفتح هذا وتجي تفتح هذا ما يقدر يطب، حتى لو يكتلك بس ما يقدر يطب للبيس. فتحاول تخلي انه بابين، واحد يمنه واحد عكس الاخر. نيجي على النقطة الأخيرة اللي هو التول كفر، التي سي. هاي القطعة لازم تخليها بالبيس، لأن إذا ما خليتها بالبيس، العفو بالبيت مالك، راح يوقع، يعطيك لمدة ساعتين أو 3 ساعات والبيت كله يوقع واللوت مالك يروح. فهذا من تبني. هسه شي يقول لك هنا البيت يكلف انه يحتاج تخلي بالتي سي 283 وود. هاي 283 وود من راح نخليها؟ خلينا ننزل ريسورسز. اللي هو الوود، ناخذ واحد كي 2 كي. هسه من حنخلي الالف ايش راح يقرا عندنا؟ يقول البيت راح يبقى لمدة 3 ايام و12 ساعة. بس اذا شلنا الوود ما خلينا وود بالبيس، البيت راح يوقع. اذا تنتبه على ايد اليمين مكتوب باللون الاحمر بيلدينج ديكينج، يعني البيت ما بي موارد للتيسي. فمن نخليه ايش راح تتغير عندك؟ ايش كتب عندك؟ ابجريد تايم 3 داي.
فانت حاليا سيفت البيس مالك. وهكذا تجي اذا انت طورت ستون. خلينا نسوي الهامر. وين الهامر؟ تولز. هذا الهامر، هذا اللي تطور به انت طبعا. طورنا هسه، طورنا القطعه واحده ستون. بعد تيسي هسه ايش قامت تقرا؟ قامت تقرا ستون همات. يقول لك لازم تخلي بالتيسي 30 ستون. وهكذا نطور البيس كامل. البيس كم يطلب عندك؟ 291 ستون. فهسه لازم همات تخلي له ستون. من راح نخلي له ستون؟ قام يقرا عندك 3 دي. يعني البيت مالتك راح يظل واقف لمده 3 ايام. ورا ال3 ايام هاي اذا ما جيت وخليت له موارد هم راح يوقف. خلصنا من موضوع البيس. خلصنا من موضوع الريسايكل. الريسايكل اللي وراه اشوفكم اياه. هذا الهاربر بصورة عامة. هذا الدوغر بيه السفينة هذا نزل بالجديد. هذا يكون شوية صعب يم البناء لأن الكلانات القوية تجي هنا. خط رقم 3 ورا ما كملت البيس مالك. خلينا نص الصوت شوية مال اللعبة لأن عالي. ورا ما خلصت البيس تحاول تخلي الأفران. وين الفرن؟ هنا طلع الشيطان. اختفى الفرن شنو؟ الفرن تخلي لك 2. ذني تحاول على مود تحرق بهن حديد. خليهن شغالات على الحديد. كل فرن ياخذ 2000 وتقدر تقسمهن بالسكرول. تخليه العود راح يشتغل وهكذا. خلصنا من الحديد. هاي الحديد تخليه لان يفيدك بعدين كتطوير البيس ومواد. خطوة رقم 3 تسوي الورك بنش مالتك. الورك بنش اللي هي مال التعلم اللي هي عن طريقها وعن طريق السكراب. من تدوس عليها اي طبعا على هاي. هنا راح يقول لك الشغلات اللي تقدر تتعلمها. هسه حاليا انا متعلمهن كليتهن فصايرات باللون الاخضر. من تبنيها راح يفتح لك البيكاكس والهاتشت الليفل 2. ذني على مود يخليك تفرم اسرع ويعطيك كمية اكثر من الموارد. ولا تنسوا القفالة على البيبان لان اذا ما تخلي قفل فاكيد يعني اي احد يقدر يفتح الباب. فمن تنتبه عليه لونه احمر يعني مقفول. حاليا نقدر نقول ذني الاساسيات اللي تخليك انه تثبت رجليك بالمنطقة اللي انت موجود بيها. بعدين تقدر تجمع كلوث اللي هو على مود تسوي الاسلحة البدائية اللي انت تحتاجها اللي هو مثل البو يحتاج 200 وود و50 كلوث. الكلوث منين تقدر تحصله؟ الكلوث تحصله انما يكون مزروع بالقاع. خلينا نشوف اكو هنا مزروع بالقاع. ما اتوقع هنا حاليا اكو مزروع. او انه يكون مزروع بالقاع او تاخذ انه تفرم الشارع وتحصل اللي هو هذا. تحصل ريسايكل. من تسوي له ريسايكل راح يعطيك الكلوث.
هسه صار عندنا وود، صار عندنا كلوت، نقدر نسوي البو اللي هو قلنا 200 يحتاج و50. ونسوي الاروات مالته. نروح على الامو، هذا الارو يحتاج 25 و10 هواية. كبداية يفيدك البو انه تقتل الحيوانات او تقتل اللي داير مدايرك كبلايرز قريبين عليك وتدافع عن نفسك. لهنا ان شاء الله انتهت حلقتنا. اي سؤال عندكم، اي استفسار، ان شاء الله راح اجاوب عليها، ونستمر ان شاء الله بهاي السلسلة لحد ما انه نتعلم كل شيء يخص هاي اللعبة. تحياتي لكم، لا تنسونا من اللايك والاشتراك. في امان الله.